مش هيلعب لنهاية الموسم وهيرجع مصر. الإصابة ولا مفاوضات الأهلي؟ السر ورا غياب إمام عاشور عن ميتلاند الدنماركي مفاجأة بقى من العيار التقيل. ميتلاند الدنماركي بيصدم الكل بمفاجأة مدوية، وبيعلن غياب نجم الزمالك السابق إمام عاشور عن الفريق لنهاية الموسم، وقال إن السبب اللي جاية وهيقضي الفترة دي كلها في القاهرة. خبر إصابة إمام عاشور اتسبب في حالة كبيرة من الجدل، خصوصا بالتزامن مع أنباء مفاوضات النادي الأهلي مع إمام، ده غير إن إمام ما بيشاركش في الفترة دي من الأساس مع ميتلاند، وده اللي خلى رواد التواصل من الجماهير يربطوا بين إصابة إمام وبين مفاوضات الأهلي مع اللاعب. وبدأت الجماهير تسأل: هل الأهلي هيستغل تواجد إمام في القاهرة لإتمام التعاقد معاه؟ وهل فعلا في نية في القلعة الحمراء إنها تضم اللاعب؟ الأسئلة اللي بدأ يرددها عدد كبير من الجماهير قبل التأكيدات من مصادر كتيرة اتكلمت عن إن الأهلي بقى قريب من حسم الصفقة، وإن إمام هيكون لاعب في النادي الأهلي الموسم اللي جاي. ده غير كمان إن نجوم كتيرة سواء من رموز نادي الزمالك أو الأهلي هم كمان اتكلموا عن صفقة إمام عاشور، وقالوا إن الأهلي عنده نية قوية للتعاقد مع اللاعب، لكن هتكلفه مبالغ كبيرة توصل لأكتر من 4 مليون دولار، وده لأن انتقال إمام عاشور لميتلاند في الأساس اتكلف أكتر من 3 مليون دولار. نجم الزمالك خالد الغندور كان ليه تعليق مثير على الواقعة، وقال إن الأهلي لو تعاقد مع إمام عاشور فده يكون ضد مبادئ القلعة الحمراء، لأن اللاعب قبل كده دخل في مشاحنات كتيرة مع الجماهير وتعرض لرموز الأهلي بالسباب والشتائم، فبأي شكل هيحب الأهلي والجماهير الأهلاوية إنهم يتعاقدوا مع لاعب ليه مشاكل معاهم. وقال كمان الغندور إن الأهلي لو فكر يدخل في صفقة إمام عاشور هيحتاج يدفع 4 مليون دولار، وده مبلغ كبير على النادي الأهلي، وبالتالي هيحتاج الأهلي إنه يبيع نجومه زي أليو ديانج وأحمد عبد القادر عشان يقدر يدفع في صفقة إمام. لكن بحسب الإعلامي إسلام صادق فحسم كل الجدل ده، وقال إن إمام موقع للنادي الأهلي على عقود مبدئية، وإن كل الاتفاقات تمت بينه وبين القلعة الحمراء. ده مش بس كده، ده كمان إمام نفسه عنده رغبة في الانضمام للقلعة الحمراء. وقال إسلام كمان إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي واخد موافقة من الخطيب رئيس النادي عشان يتفاوض مع إمام عاشور، واللاعب هو الصفقة الأهم للنادي الأهلي في الموسم اللي جاي، خصوصا ان امام واحد من نجوم الزمالك ومنتخب مصر، ولاعب قدر يحجز مكانه بين صفوف نجوم الدوري. امام من المفترض انه يكون في القاهره خلال ساعات، وفي حاله اتمام الاتفاق بين النادي الاهلي وبين امام والنادي الدنماركي قريب جدا هنلاقي امام في ميران الشياطين الحمر.